هاي، النهارده هحكي لكم حكايه جميله قوي. هحكي لكم حكايه اكله لازم تبقى موجوده في كل بيت. زمان القدماء المصريين ما كانوش بياكلوا غير وز وبط، وكان في زمان اغنيه بيقولوا ماما زمانها جايه جايبه معاها شنطه فيها وز وبطه. طب في حاجه ما اتذكرتش، الفراخ. طب هي ازاي الفراخ دخلت مصر؟ ما هي دي بقى الاكله اللي هنتكلم عليها. تحتمس الثالث كان في ما بينه وما بين السوريين حرب، ولما كان بيحارب السوريين شاف عندهم طائر عجبه شكله وعجبه الوانه، فسأل السوريين ايه الطائر ده؟ فلما قالوا له ان ده حاجة اسمها الدجاج، او الطائر ده اسمه الدجاج، فهو اعجب بيه جدا وخد منه عندنا في مصر وبقى زينة في المعابد. ومع مرور الوقت دخل عصر البطالمة في القرن الرابع قبل الميلاد، وابتدوا المصريين يتجهوا لشكل تاني، ان بدل ما تبقى الدجاج دي او الفراخ بطريقتنا العامية، بدل ما تبقى زينة وبنشوفها في زراعة ديوك، ابتدت ان احنا نتجه ليها ان هي اكلة وبتتاكل. ومع مرور الوقت ابتدينا نعمل لها وصفات كتير ونميزها، وبقت أكلة مميزة في كل بيت، ولازم تبقى موجودة في كل بيت، لأن مفيش حد في بيت مصري ما بيحبش الفراخ. ونشوفكم في حلقة تانية بحكاية جديدة.